كلمتين تكلم. طيب ماشي. فأنت شايف الآن أنه هذه الخطوة أنت قرأت خلال الأيام الماضية منذ أعلنت، كيف رأيت رد فعل أهل الخليج؟ هذا ملفت كان، ويعني ظاهرة جديدة انه لو مثلا تخيلنا انه لو هذه الخطوة عم تتم بالتسعينات ربما كان رد الفعل اقل. المجتمع المدني الخليجي طلع يقول رأيه، ورأيه يعني نقدي جدا. قلما قرأت يعني ترحيبات بالموضوع. وهذا الشيء راجع طبعا يعني بغض النظر عن الافكار اللي عرضت، يعني عرضت من منطلق الاسباب التي يرفضون من اجلها اهل الخليج هذه الفكره. يعني الاسباب طبعا بتتعلق بانه كله بلش يفكر بمصالحه، بقديش حيخسر، ولو اولاده اذا بده الرزق يتقسم على 80 مليون انسان في المستقبل، اذا يعني بده يروح في مصالح للناس بمكاسبهم الاجتماعيه. بغض النظر عن هذه، في الناحيه الاخرى اللي متعلقه بانه يعني الاسلوب كان غلط. يعني كان يجب ان نهيئ يعرض الموضوع ربما يعني حتى لو مش معروض للنقاش، الاستفتاء على الأقل للنقاش، على الأقل يقال أنه يعني تعرض الفكرة، تخلي مثل ما أنه الكتاب هلأ شرحوها، ممكن كانوا يشرحوا الفكرة قبل. يعني احنا سوينا إحصائية في البرنامج عن أبرز الكتابات، وجدنا أنه تقريبا 80 إلى 85 يمكن 90% 85% من الكتاب في منطقة الخليج يرفضون الفكرة. دكتورة، أنت شايفة أنه أهل الخليج، الشارع والكتاب والنخب في الخليج رافضين الفكرة لأنها تبي تسوي أعباء اقتصادية، ولا لأنها تبغى تنقل مشاكل دول؟ يعني منطلقات كثيرة. هناك من رأى أن من يشاركهم في الثروات وهم عندهم نسبة من البطالة مضبوط كبيرة، وبتفتح الباب لعمالة زائدة ولن تحل مشاكلهم. يعني يعني عندك دولة مثل السعودية نسبة بطالة كبيرة، يعني جزء منها تفكير مقاسمة في الثروات. يعني في بعض النخب فكرت أن هذه نظم فيها يعني عندها أحزاب وعندها منظمات مجتمع مدني ناشطة وناشطة جدا، وعندها مثلا في دولة مثل المغرب في مساواة في حقوق المرأة. ماذا تأثير هذا على نظم محافظة باستثناء يعني طبعا الكويت فيها، لكن الكويت ما فيها أحزاب، لكن ماذا تأثير هذا؟ هل هذه النظم يعني هل فكرت نظم الخليج في هذه المسائل؟ أيوة. هل فكرت؟ يعني أيضا فيها حركات إسلامية ناشطة جدا، هل فكرت في تداعيات السياسية؟ التطور السياسي والاجتماعي والثقافي اللي أحيانا له تحفظ عليه ممكن يجيك بالعدوى، يجيك أو بحكم أنه صار شريكك. بالضبط. فهل إحنا يعني هي التحفظ اللي تطرح الشعوب، هل إحنا درسنا الأمر دراسة كافية ووافية؟ أنا ليش أقول لك هاجس الأمن؟ لأن الأمر لم يدرس، يعني ما كان تأهيل، حتى أقرب المقربين للأمانة لم يعرفوا عن هذا الشيء، كأنه كان سر مكتوم وطلع مرة واحدة. لذلك أنا أقول لك هذا شيء يعني أكيد في شيء متعجل دفع بهذا الاتجاه. يعني حسب ما نقرأه ما نشوف شيء متعجل، خير إن في قلاقل داخلية حاصلة. طيب ايش رايك يا دكتور عبد الله، انت المساله رفض اهل الخليج والنخب في الخليج والشارع الخليجي للفكره خوفا من تداعيات المشاكل السياسيه اللي عندهم، ولا اللي بالاردن والمغرب وتزيد مشاكلنا اللي اصلا احنا ما حليناها في الخليج، ام لانه في عندنا 1 تريليون و200 مليار دخل مقابل 180 مليار دخل القومي للبلدين، 37 مليون مقابل 31 مليون، يعني تبغى تجيب أنت 37 مليون فجأة وتحطهم مواطنين، تفتح الفيز، تضايق الناس في التجارة الصغيرة والمهن، ولا الخوف؟ هذه كلها أخ داود طبعا كلها هذه هواجس وأسئلة مشروعة وذكرت في مقالات كتبت. نعم. وأنا تو سويت رصد يعني مبدئي، ما قريت أي مقال لأي كاتب من الكتاب الخليجيين سواء في الصحف يعني العربية المنتشرة، الحياة والشرق الأوسط، واللي أنت كتبت فيها أيضا في الحياة، وكذلك في الصحف الخليجية،
لم أرى أي مقال لكاتب خليجي من الكتاب يعني البارزين يؤيد أو يدفع بهذه التوسعة. كذلك لكتاب أيضا أردنيين ولأحزاب يسارية واشتراكية ومجتمع مدني في المغرب اللي متقدم جدا سياسيا على دول الخليج. واحد من الأردنيين كتاب طريف يقول أهل الخليج يجون يصيفون عندنا، إذا صرنا معهم ما راح يجون. حلوة هذه. فإن حتى هم يعني متحفظين الكتاب والتنظيمات والمجتمع المدني والأحزاب، إن نحن مثلا رئيس المعارضة في المغرب صار رئيس وزراء. الأسرة الحاكمة في المغرب وفي الأردن ليست يعني ما عندها أي مناصب وزارية. هناك حراك سياسي وأحزاب سياسية وحراك كبير في المغرب، إلى حد ما الأردن يعني متراجع نوعا ما. فكيف سيؤثر هذا على هذه الدول؟ أنا لو كنت يعني مستشار في مجلس التعاون الخليجي أو لو استشيروا، لكان في خطوة غير هذه. إذا نبي نحن نستفيد من القدرات والخبرات العسكرية والأمنية للمغرب وللأردن، يعني نسويها مثل ما تسوي أمريكا مع حلفائها اللي ما تدخلهم حلف الناتو، مثل الكويت والبحرين ومصر ودول أخرى. إنما يسمى حليف رئيسي من خارج حلف الناتو، نسوي حليف رئيسي من خارج مجلس التعاون الخليجي، أو نسويها مثل ما يسوي الناتو مع دول مثل روسيا. يمكن توصل الفكرة شراكة. هل الرفض الشعبي الخليجي دكتورة سيفضي إلى النتيجة اللي يقولها الشايجي؟ أنه ممكن يتراجعون عن الضم ويتعاملون بهذه الصيغة طالما أن هناك رفض شعبي للفكرة. يعني أنا أتمنى أن يحدث هذا الشيء. يعني قد أخطأوا في البداية أن يكون هناك نوع من التراجع وحساب هذه الخطوة، خصوصا أن يعني مثلا المغرب في الأول ما رحب، قال أنا يعني بعدي مغاربي، أنا أسعى اتحاد المغرب ولو تدخلوني كشريك فقط، يعني أيوه. أنا أريد، يعني ما كان في تهافت من المغرب علينا. وأيضا قال أنه ينظر يعني هي مسألة مصالح، أني أنا أنظر إلى مسألة أن يعني تخفيف عبء الاقتصادي، يعني الكل يريد، يعني هي مسألة مصالح. احنا لما توحدنا كدول الخليج عندنا كان هاجس أمن خارجي وكذا، لكن يظل أن في شيء يجمع ما بين هذه الشعوب، في يعني نوع من العادات ومن التقاليد، في نوع من التشابه. لكن أن تدخل حد تماما، يعني هاي راح يعني يمكن تدفع بقلاقل داخلية إذا من الناس، خصوصا يعني أنا أقول القلاقل الاجتماعية، أن شباب عاطلين عن العمل سيرون هناك من يزاحمهم في السوق وأن مشاكلهم لا تحل. أي عبد الوهاب، أنت شايف أنه هذه الخطوة يمكن أن تتحول يعني تصبح زي ما قال الدكتور عبد الله الشايجي، تصير حلف شراكة استراتيجية عسكرية مقابل أشياء فوائد اقتصادية دون ما أن تأتي بعمالة ودون هذه الصيغة العملية واللي بتحقق تقريبا الهدف. الهدف هو أن تشعر إيران بأنه لديك دعم مش متروك بسبب أنه وضع مصر حاليا بين مزدوجين. لا يعني انه دول الخليج ليس لديها حلفاء. وضع سوريا المقلقل ومش مفهوم مجهول لا يعني بانه دول الخليج ستواجه الخطر الايراني وحدها. بالعكس، يعني لديها التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحده، وايضا لديها بنفس الوقت حلفاء عرب، ويمكن ان يكون هناك غيرهم ايضا. هل تعتقد يا دكتور انها مجرد شعار اكثر من انها حقيقة اللي صار؟ يعني تخويف هو إيران. بالون اختبار إلى الآن. طبعا هناك الآن مفاوضات ستبدأ بين المجلس الوزاري الخليجي المكون من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست زائد وزير خارجية الأردن على حدة، وكذلك المغرب، للنظر في الآلية وكيفية وخطوات التوسع. المطلوب الآن وبشكل سريع لوقف كل هذه التحليلات اللي قد نكون احنا قاعد نبالغ جدا فيها او قاعد نروح بعيد، وهي مو بهالصعوبه او بالتعقيد. ايضاح سريع من قبل مجلس التعاون الخليجي، من قبل المجلس الوزاري اللي ترأسه الان الامارات، ومن الامين العام، ان يوضحوا للشعوب الخليجيه في عصر الشعوب العربيه اللي قاعد نعيشها ماذا تتضمن هذه المبادره، ما هي ابعادها،
هل هي عضوية؟ هل هي عضوية كاملة؟ هل هي عضوية جزئية؟ هل هناك طبعا في كل دولة عندما تدخل في أي تحالف يكون في مثلا الاتحاد الأوروبي عندما قرر أن يضم إسبانيا واليونان والبرتغال كانوا فقارة، ساعدهم ووضع لهم آلية ما يسمى بروسيجر وشروط دفترية كيفية تأهيلهم ومساعدتهم إلى أن تطوير يصلوا مؤسساتهم يصبحون متقارب من الاتحاد الأوروبي. إذا نبي نضمهم هذه، وبعدين مدتها الزمنية، وماذا سيعني إذا تم إيفاء هذه الشروط، وماذا يعني إذا لم يتم إيفاء هذه الشروط، ما هي الكلفة الهائلة المالية اللي ستتحملها الدول؟ هل ستتضمن وجود عسكري في لهذه الدول؟ هل هو تحالف أمني؟ هل هو تحالف جيوسياسي اقتصادي؟ يعني إلى الآن في يعني مثل ما قلت أنا في أحد مقالاتي إن في الكثير من الأسئلة حول هذه المبادرة والقليل من الإجابات. مطلوب إيضاح سريع وشفاف من قادة المجلس لشعوبهم، ومن حق الشعوب أن يعلموا ماذا تعني هذه المبادرة ولوين رايحة، وما هي تكلفتها، وما هي خطواتها، وما هي فائدتها، وما نسميه نحن في الدراسات الاستراتيجية the added value، القيمة المضافة للطرفين وخاصة للطرف الخليجي من هذه المبادرة. دكتور ابتسام، أنت شايفة أنه ممكن أنه قريبا يصير في توضيح، ولا يعني أنا إلى الآن ما عمري شفت المجلس طلع لنا توضيح الشيء. بس هذا قرار خطير، يعني هذا قرار خطير جدا يعني أنا اللي شايفت أن الشعوب في وادي النظم في وادي ثاني، يعني كأن لا تستقر حركة الشعوب. وبالتالي يعني مثل ما قلت لك، يعني إذا القراءة الخاطئة للداخل قد تجلب إشكاليات مستقبلية. أحدها هذا، يعني قد ترضى الشعوب أنه ما عندها مشاركات داخلية، لكن مثل هذا القرار بالنسبة لهم يعني دخلت على الناس في قرصهم خبزتهم. بالضبط وقرار داخليا أثار استياء، صار يمد ايده مع الصحن يعني استياء على كل المستويات، استياء على كل بما فيهم النساء. حتى النساء شوف الواتساب وتويتر انت. النساء رافضين الفكرة، النساء رافضين الفكرة من منطلقات أخرى. لكن عبد الوهاب، أنت شايف هذه الخطوة يعني أنها يمكن أن تتحول زي ما أشارت الدكتورة ابتسام إلى عكس ما يراد منها، إلى أنها تحدث مشاكل عوضا عن أن تأتي بأمن؟ يمكن إذا لم أولا لم يصير لم يعني يحصل نوع من مصالحة بين مزدوجين، بين المجلس وبين شعوب الخليج، وتفاهم على ما هو المطلوب، حتى لو لم يقترن ذلك باستفتاء، حتى لو لم يقترن ذلك بشروح طويلة، يعني بس انه على الاقل يعني ديباجة، يصير في ديباجة ولا لا؟ انا توقعت يصير القرار فيه ديباجة، احنا تعودنا على الديباجة هذه. من المفارقات، ما ادري منين جايه ديباجة، بس كويس. من المفارقات اخ داوود ان في نفس الوقت اللي مجلس التعاون الخليجي طلع فكرة توسع المجلس، 4 دول ضمن حلف الناتو، بولندا وتشيك وسلوفاك وهنغاريا، تكتلوا مع بعض لتأمين أمنهم، ولكن هذا عندهم شيء مشترك، حدود مشتركة. أيوة. مع أنهم أعضاء بالناتو، إلا أن الناتو مو مهتم مثلا بالتوسعة الروسية والهيمنة الروسية. هذه صارت الأسبوع الماضي. فنحن نفس الشيء يعني قاعد نفكر، وهذا غير يعني ليس شيء يعني مثل ما يقولون غريب أو عجيب، ولكن ضم دولتين ليستا يعني في منطقتنا وبعيدتان عنا بهذه الطريقة. ما في جيو استراتيجيك ابروتش، يعني ما في بعد جيو استراتيجي يساعدنا في أمننا تجاه المخاطر التي تحيط فينا في منطقتنا المشتعلة من ال4 جهات. الدولتين المرشحتين العراق واليمن صعب يعني. باقي دقيقة، تبي تقولين شيء دكتورة ابتسام؟ لا، بقول ان اذا هم عندهم يعني النظر الى اليمن مهدد الامن اكثر من وما يحدث في اليمن، اذا لم يتم تداركه الدولة الفاشلة الان الى هناك، يعني انعكاساتها علينا اكثر مما هم ينظرون. العراق فاشلة صحيح، وانسحاب امريكي قادم نهاية السنة. يعني كل هذه الامور الاقرب لك، يعني انظر الى الجار الأقرب بدل ما تتوجه، يعني إن أنت تبغى تريد تحل إشكاليات الأردن والمغرب، إشكالياتهم الداخلية السياسية والاقتصادية على حساب شعوبك وعلى حساب مستقبلك الأمني. هذا الوقت انتهى. دكتور عبد الله الشايقي، شكرا جزيلا لك. دكتور ابتسام كتبي، شكرا. أستاذ عبد الوهاب بدر خان، أشكرك، شكرا لك.